بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. اهلا بكم معايا كده في فيديو جديد. بس الاول لو اول مره تشوفوا قناتي متنسوش تضغطوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك في اخر الفيديو لو عجبكم الفيديو. يلا النهارده كده معايا فكره عبقريه كده هحكي لكم عليها النهارده. هنعمل مع بعض النهارده ازاي نحول مع بعض الاريال العادي للاريال اوتوماتيك بأقل التكاليف وبأرضى الإمكانيات. هنعمل النهاردة اريال اوتوماتيك هيخلي غسيل زي الفل وهيزهزه معانا وهيديكي درجة ما تعرفيش تجيبيها من الاريال اوتوماتيك. والله تخطط نظافة الاريال الاوتوماتيك وعلى ضمانتي. خدوا الخطوة دي معايا وجربوها وما تخافوش على غسالاتكم. أنا بدأت الوصفة دي وعملتها أكتر من مرة في بيتي ونجحت معايا جدا، قلت أعرفها لكم. الأول بسم الله كده هنعمل ايه؟ العلبه دي انا بحط فيها عندي الاريال الاوتوماتيك زي ما انتم شايفين كده. الاريال عندي فضي فقمت عشان اعمل شويه اريال. قلت اما اصور معاكم عشان تشوفوا الفكره دي كده. يلا وتجربوا. هنعمل ايه حلوين؟ معانا اريال عادي من ارضى انواع الاريال اللي بتتباع، يعني الكيسين دول الكيس بحوالي 5 جنيه. والابيض اللي انا بفرغه ده بيكربوناتو. هنعمل ايه بقى يا حلوين؟ هنعاير البيكربوناتو وعلى قد البيكربوناتو بالظبط بتضيفي اريال. يعني احنا عندنا البيكربوناتو اهو طلع معايا كوبايتين وشوية صغيرين كده زي ما انتوا شايفين، يعني احنا هنقول كوبايتين. تمام كده. هنضيف عليهم كوبايتين اريال. ما ينفعش طبعا البيكربونات تبقى كوبايتين ونضيف 3 اريال. لا يا حلوين، لازم نعادل ما بين البيكربوناتو وبين الاريال نفس الكمية على الميزان. بالمج زي ما انا عملت كده النهارده. يعني بالظبط يبقوا كميتين. اهم حاجه يكون نفس الكميه البيكربوناتو هي نفس كميه الاريال. ده اريال سايب. الكيس ده حلوان عامل 5 جنيه، حاجة يعني من أقل التكاليف. هنعاير منه كوبايتين. والبيكربوناتو الكيس برضو عامل 5 جنيه. يبقى احنا يا حلوين ضفنا كوبايتين بيكربوناتو هنضيف عليهم 2 زيهم اريال. تمام. انا النهارده عشان كميه البيكربوناتو قليله فانا هعمل معاكم الوصفه على كميه البيكربوناتو، فجت معايا كوبايتين فانا مش هقدر احط اكتر من كوبايتين اريال عشان تبقى الوصفه ناجحه معانا. وانا ان شاء الله باذن الله بعد كده لما الكميه تخلص، وهنعمل دلوقتي خطوه جميله جدا في اخر الفيديو كده، تابعوا معايا. وهنشوف ازاي نضاعف الكميه وفي نفس الوقت تدينا نظافه وتخلي غسيل زي الفل مزهزه كده على الحبل كده، وحاجه جميله جدا. شوفوا بقى يا حلوين عملنا ايه. دول كوبايتين بيكربوناتو عليهم كوبايتين اريال زي ما قلت لكم يا حلوين، نفس كميه البيكربونات ونفس كميه الاريال. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ معانا ملح ليمون. هنحط معلقه واحده ملح ليمون. مهما اتضاعفت معاكم الكمية حلوين ما تكتروش ملح ليمون اكتر من معلقة او معلقتين بالكتير على الكمية كلها. انا معايا هنا النهاردة الكمية مش كتيرة، هحط يا دوب معلقة. انتوا لو هتعملوا كميات كبيرة ممكن تخلوا معلقة الملح الليمون دي معلقتين. تمام كده. بعد كده بقى اخر حاجة معانا صابونة وش، اللي هي اي نوع صابون، اللي هو صابون الوش اللي هو يكون ريحته حلوة كده. نقي صابونة يكون ريحتها حلوة كده او مش لازم يعني. عموما اي صابونه موجوده عندك. الصابونه دي برضو بتبقى عامله 5 جنيه. بشرناها فوق الوصفه زي ما انتم شايفين كده. اي صابونه وش يا حلوين. شفتوا احنا عملنا ايه؟ يبقى الخلطه دي عباره عن ايه؟ عن كوبايتين بيكربوناتو، عليهم كوبايتين دقيق زي ما قلت يا حلوين، نفس كميه الاريال هي نفس كميه البيكربوناتو. بشرنا عليها صابونه وش واحده، اي نوع صابون تفضليه. وبعد كده قلبناهم مع بعض. طبعا مش هينفع كده، الصابون عندنا قطع. وهنعمل ايه دلوقتي عشان نخلط ده كله كده مع بعض؟ هنعمل ايه؟ هنجيب الدورق بتاع الخلاط. انا عندي دورق قديم كده بستخدمه في ادوات النظافه زي ما انتم شايفين كده. هنفرغ بقى كل الخلطه ديت مع بعض. هنفرغ حبات كده وهنطحنها في الخلاط من غير ميه ومن غير اي حاجه يا حلوين. طبعا شايفين هنحط كميه كده وهندور عليها الخلاط وهنطحنها مع بعض عشان الصابون القطع دوت يتطحن معانا ويمتزج كده مع الاريال والبيكربونات ويبقى كله كأنه يعني مسحوق ايه، حاجة كده من الحاجات الحلوة اللي احنا بنشتريها من بره بقد كده. يلا وداعا كده للحاجات الغالية، وتعالوا كده نعمل فكرة كده موفرة ومدبرة لكل الحلوين اللي هيشوفوني. متنسوش تشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد معانا بالوصفة الجميلة دي. بعد كده يا حلوين عملنا ايه؟ دورت الخلاط اهو زي ما انتم شايفين. هنسيبه كده يطحن كله مع بعض لغاية ما يبقى ناعم جدا. وتشوفي الصابون اتطحن
وكل الخليط كده امتزج مع بعضه. شايفين ما حصل ايه حلوين؟ طحنا الصابون ما عادش باين مع الاريال والحاجه، ادانا نعومه. وزي ما انتم شايفين كده الكميه اتضاعفت معانا على الاقل للنص، كميه زادت معانا. الكميه دي يا جماعه والله الكوبايتين البيكربوناتو على كوبايتين الاريال مع الصابونه اللي انتم شفتوها مع معلقه ملح ليمون، ما شاء الله لما اتطحنت في الخلاط ادت نعومه، وتحسي ان هو اتنفش كده وكتر معانا وناعم جدا 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 ومش هيكلكع معاكم في الغسيل. الوصفه دي سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين كده، ومكوناتها بسيطه وما بتاخدش مننا وقت وجميله جدا. حاولوا انتوا بقى يا حلوين، انا عملت لكم النهارده الوصفه على قد الكميه اللي كانت موجوده عندي. شايفين نعومته ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا وهينضف الابيض. ما تخافوش يا حلوين على غسالاتكم. انا هجرب معاكم الاول في غسالتي. انا عايزه اقول لكم ان انا بقالي شهور بعمل الوصفه دي، جميله جدا وخلت الابيض عندي زي الفل. يبقى اللي عملنا مع بعض النهارده ازاي نحول الاريال العادي الى اريال اوتوماتيك. شايفين يا حلوين المج اللي عندي ده انا بستخدمه كمعيار عندي، ده كده معيار كده. انا هدور الغساله معاكم اهو زي ما انتم شايفين دي غسالتي. انا حطيت قدامكم الاريال اهو. انا بشتغل زي ما بقول لكم بقالي فتره ومجرباه وعلى ضمانتي، ما تخافوش على غسالاتكم. انا جربت قدامكم في الغساله بتاعتي اهو. الوصفه ديت بتزود الكميه وبتدي نظافه، وفكره جميله جدا وموفره